يا الله، بسم الله. السلام عليكم متابعيني حبايب قلبي تاج راسي. أول شيء عظم الله لنا ولكم الأجر في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر الفضيل، شهر محرم الحرام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وقبول الطاعات. ثاني شيء أحب أشكر كل من سعى ودعا واهتم بموضوعي، وكل من شال همي وقلق عني وسأل عني المراسلات بالخاص وكل مكان. أنا أشكركم ورحم الله والديكم. أنتوا أكثر من متابعين، أنتوا أهلي وناسي وأخوتي وخواتي وتاج راسي. ربي يحفظكم. مثل ما قلت لكم صار اللي صار. كنت متواصل وياكم أنا من طلعت من تركيا إلى أن دخلت مدخل إبراهيم بن خليل، دخلت العراق، وصلت السيطرة مال سد الموصل، وأخذوا الإجراءات القانونية. كان عندي تشابه اسماء، وعلى ما اجت إجراءات من بغداد وقرار قاضي وكذا، يعني تعرفون صادفت أيام عيد وعطل وهذا، فتأخرت لي بال 25 يوم 26 يوم هناك بالسجن مال الموصل. والحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل ودفع الله ما كان أعظم. وأنا حاليا موجود بالعراق ببغداد، وصحتي تمام ما بي شيء. ممنون من عندكم، أشكركم لأن سألتوا عني واهتميتوا بي وبموضوعي. وإن شاء الله باقي وياكم، وراح نرجع على محتوانا الرياضي والتوقعات، وعلى النشر راح أظل متواصل وياكم. بس تعرفون شوية هاي الفترة مشغول، لأنه زيارات وأهل وقرايب ومعارف ناس تجي، وبنفس الوقت أنا هم شوية بعدني نفسيتي تعبانة، لأن تعرفون صدمة أول مرة بحياتي أدخل سجن وهيك أمور هاي. فالحمد لله على كل حال، أزمة وعدت. إن شاء الله ربي ما يشوفكم هاي الأزمة، وربي يحفظكم ورحم الله والديكم إن شاء الله. بعد هاي أيام العاشر تعرفون راح العالم منتهية بالطبخ، وإحنا كذلك طبخ ومحرم وهذا، بس تعدي أيام العاشر وراها نرجع إذا أكو مباريات ننشر عنها أو توقعات، ونرجع على محتوانا ونستمر شوي شوي، نرجع على المحتوى تدريجيا. وربي يحفظكم، رحم الله والديكم. تحياتي لكم، أنا ممنون منكم.